ايش دعوة الباب يا الله؟ ايش دعوة الباب؟ راح احكي لكم قصة هذا الفيديو، يعني وانت تتفرج عليه تشعر انك تتفرج على يوجد عرض راح تنفذ الكمية، مثل لما نتفرج على العروض او اول ما تفتح شركة ابل تبيع التليفونات لاخر موديل، فتشوفوا الناس واقفة بالطوابير حتى تحصل تشتري التليفون، او في عرض ما راح يتم تخلص كميته، او في توزيع بالمجان. على العكس نهائيا، هؤلاء الشباب في دير الزور بعد ان قام الامن العام بفتح باب التطوع، بعد ان كان الشباب السوري يهرب الى اوروبا يقطع البحار والوديان والجبال والسهول والغابات بالحر وبالبرد وبالثلج وبالامطار حتى لا يدخل في هذا الجيش الاقلوي البائد الطائفي الذي كان ينكل بأهلنا وكان يسرق من أعمارنا الكثير حتى نخدم تلك الثلة الحاكمة التي الحمد لله خلصنا الله منها. فالآن الناس بلشت تطوع خدمة إجبارية بسوريا، ما عاد فيه تطوع. تخيل انه هذه الزحمة اللي تشوفونها، وخلعوا باب الانتساب من الأزمة، العالم كلها بدأت تنتسب بجهاز الأمن. وأنا أنصح كل الشباب العربي المسلم أن لا يتركوا مجال الأقليات حتى تتمكن من فاصل الدولة في المستقبل. يجب أن يكون الجيش والأمن حكر على المسلمين فقط لا غير، ولا أحد من الأقليات يدخل. إنما مثلا الأكراد ليسوا أقلية، إنما هم قومية، أكراد، عرب، شركس، تركمان، فقط لا غير. أنا أتمنى أن لا ندع مجال للأقليات حتى يعملوا انقلاب كما حصل أيام حفظ الأسد. فالآن بفضل الله الشباب يتوافدوا بالعشرات بالآلاف بالمئات حتى ينتسبوا أو يذهبوا إلى مراكز الانتساب بعد أن كانت الناس تهرب من الجيش ومن الأمن العام. سبحان وغير الأحوال. ايش دعوة الباب يا الله؟ ايش دعوة الباب؟ الله أكبر، ايش دعوة الباب؟ يا رب ايش دعوة الباب يا الله؟ ايش دعوة الباب؟ الله أكبر، ايش دعوة الباب؟ يا رب